السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. امبارح ابتدى الدوري الممتاز المصري في موسمه الجديد موسم 2023-2024. كان عندنا امبارح لقاءين. اللقاء الأولاني كان ما بين نادي زد القادم حديثا من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، ونادي الإسماعيلي النادي العريق طبعا. وكان عندنا المباراة الأخرى كانت ما بين النادي الأهلي والنادي المصري. المباراة الأولى ما بين نادي زد ونادي الإسماعيلي انتهت بفوز نادي زد على النادي الإسماعيلي بهدف للا شيء. أحرز الهدف محمد سعد المسي في الدقيقة 25 من خطأ قاتل لحارس مرمى نادي الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم. كرة مررها كده احمد علي عبد المنعم على حدود منطقه الجزاء ضعيفه. خطفها محمد سعد ميسي وحطها في المرمى الخالي محرزا هدف الفوز لنادي زد. طبعا نادي زد كان بقياده مدير الفني مجدي عبد العاطي، والناحيه الثانيه نادي الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال. مبروك لنادي زد وهارد لك لنادي الاسماعيلي. ولكن بدايه نادي الاسماعيلي هذا الموسم يعني مقلقه كده لجماهير الاسماعيليه، لان طبعا يمكن اصطدموا بنادي زد نادي مدجج بالنجوم ومدعم، ولكن نادي الاسماعيلي تاريخ كبير وتاريخ عريق. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الناحية التانية عندنا مباراة أخرى وهي مباراة النادي الأهلي ونادي المصري، وانتهت بفوز كبير جدا للنادي الأهلي على النادي المصري بنتيجة 4-0. تشكيل النادي الأهلي ابتدى في حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الظهر مكون من محمد هاني ناحية اليمين، 2 في قلب الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، وناحية الشمال عندنا علي معلول. لعب 3 في نص الملعب احمد نبيل كوكا والي ديانج وامام عاشور. امامهم رضا سليم وبيرسي تاو في الخط الوسط الهجومي، ولعب براس حربة صريح وهو انتوني موديس. الناحيه الثانيه عندنا تشكيل النادي المصري. في حراسه المرمى عندنا محمود جاد. خط الظهر ناحيه اليمين كريم العراقي، 2 قلب دفاع باهر محمدي ومحمد دبش، وناحيه الشمال عندنا حسين السيد. لعب ب3 في نص الملعب وهم محمود حماده وعمرو موسى ومحمد الشامي. امامهم امادو جولدي وميدو جابر، وراس حربه صريح مروان حمدي. طبعا مستر كولر ابتدى بالتشكيل دوت عشان يقدر يضغط على النادي المصري من اول دقيقه في اللقاء، وفعلا قدر انه ينجح في دوت، وكان ماسك الشوط الاولاني ويمكن الشوط الثاني طبعا بعد طرد باهر محمدي. ولكن بدأ الاهلي اللقاء بضغط كبير جدا، غير يعني هو متوقع طبعا، ولكن مش ما كانش متوقع الضغط الكبير قوي ده بالنسبه لفرقه المصري، انها فرقه كبيره جدا ومدعمه، وفرقه بيقودها مدير فني محترم وهو علي ماهر. ابتدى اللقاء زي ما احنا قلنا بضغط كبير جدا للنادي الاهلي حتى جاءت الدقيقه 44، وكوره داخل منطقه الجزاء ناحيه الشمال استلمها امام عاشور، مررها كده بالعرض جوه منطقه الجزاء حريريه لرضا سليم، اللي يشوط بيمينه قذيفه شومه على يمين حارس مرمى النادي المصري محمود جاد، محرزا الهدف الاول للنادي الاهلي. في الشوط الثاني في الدقيقه 51 تم طرد باهر محمدي بعد كرة مشتركة مع إمام عاشور. كرة دخل في رجله جامد، استحق عليها الإنذار، ولكن الإنذار المرة دي كان الإنذار الثاني، فالحكم طلع له الكارت الأحمر وتم طرد باهر محمدي في الدقيقة 51. طبعا دي أنا بقول عليها دي كانت نقطة التحول، كان ممكن النادي المصري يعود
في اللقاء، خصوصا النتيجه 1-0 وماتش مقفول. ولكن بعد طرد بارم محمدي عايز اقول خط الظهر كان مكشوف تماما للنادي الاهلي. في الدقيقة 69 قدر النادي الأهلي يحرز الهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو. كرة من ناحية اليمين لمحمد هاني، عمل إنه هيلعبها عرضية، ولكن لم كده وراح مباصيها أرضية داخل منطقة الجزاء لبيرسي تاو، اللي يستلمها بيمينه ويلف بشماله 180 درجة ويحطها على يمين محمود جاد، محرزا الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 69. في الدقيقه 74 قدر بيرسي تاو انه يحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي من تمريره او لونج باس او لوب باس عالمي من امام عاشور، المنتقل حديثا الى النادي الاهلي من نادي ميتلاند. كوره اتعملت لونج باس جميله جدا على ناحيه اليمين لبيرسي تاو، اللي استلمها ورقص كده وقطم بيها لجوه وقدر بشماله يحرز الهدف الثالث من قذيفه على يمين محمود جاد، محرزا الهدف الثالث للنادي الاهلي. في الدقيقة 88 النادي الأهلي قدر إن هو يعزز فوزه بالهدف الرابع بجملة تكتيكية جميلة جدا، وواضح جدا إن النادي الأهلي أو مستر كولر مدربهم عليها. كورة مجدي قفشة استلمها على يعني تقريبا على بعد كده 40 ياردة ولا حاجة من المرمى، قدر إن هو يستلمها لعبها على يمينه لكريم فؤاد، اللي عمل 1-2 مع احمد عبد القادر، اداها لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر اداله تاني جوه منطقه الجزاء، راح شايط قذيفه اخذت ايد محمود جاد وسكنت المرمى، محرزا الهدف الرابع للنادي الاهلي، لينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-0. بعد اللقاء طلع الكابتن علي ماهر وقال ان انا بتحمل المسؤوليه كامله من الهزيمه من النادي الاهلي، وقال احنا اتعلمنا درس كبير جدا النهارده من الهزيمه والخساره في اول الدوري. بكره ان شاء الله في مباراه مهمه جدا، بكره الخميس مباراه مهمه جدا ما بين الزمالك وبيراميدز في يعني افتتاح كده الدوري بالنسبه للزمالك وبالنسبه لبيراميدز. ان شاء الله هنعلق عليها بعد اللقاء باذن الله. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه قادمه من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.